انا بطلب من اي حد يعني استغاثة. انا راجل كبير، عندي 45 سنة. انا جيت الامارات هنا على اساس اكل عيش، ففي ناس جابوني على اساس انهم يعملوا لي اقامة وشغل يعني. فما بعتوا لي زيارة، انا ما اعرفش ايه الزيارة من ايه اللي بتاع يعني. المهم جيت بعد كده الزيارة هنا، بقول له يا عم ايه حكاية الزيارة دي؟ قال لي يا عم بس انت لازم تكون داخل الدولة علشان اسوي لك اقامة، ده النظام. فقلت له ماشي. امتى؟ قال لي بس نعمل المحل. عمل المحل، قعدني 3 شهور اول حاجة، ما اخدتش اي حاجة منه. بعد كده قال لي ما طلع الرخصة بتاعت المحل. بعد كده قال لي بس شهر رمضان يعدي، انا راجل حلواني وجي علينا شهر رمضان يعني بعمل حلويات. بعد كده فين يا عم الإقامة؟ قال ما فيش. قلت له ما كنتش شغال بالطريقة دي، أنا بدي أسافر مصر. قال لي إزاي تسافر؟ ده أنت عليك غرامة مخالفة زيارة يعني حوالي 30,000. قلت له أنا إيه دخلني في المخالفات؟ أنت قلت لأي مخالفات عليك أنا هشيلها، أنا بدي أروح لعيالي. قال لي طب اقعد بس يومين لما نقدم لك استرحام وما استرحام. رحت أقدم استرحام، ما فيش. قلت له يا عم أنا إيه ذنبي؟ أنا عايز أروح لعيالي. قال لي أنا مش هدفع 30,000، روح سلم نفسك للشرطة. وراحت جوازات أبو ظبي، ما في قالت له روح العمل والعمال. رحت العمل والعمال، اسمك مش مسجل عندنا. رحت قال لك يا عم انت اسمك معمم عليه. طب انا مين اللي معمم يا جماعه؟ قال لك شركه الطيران. قال لا، شركه الطيران ايه دخلها في الموضوع؟ قالت ما هي اللي جايباك. طب انا دلوقتي مش لاقي لي ممسك على الراجل ده، وانا قاعد بقالي 3 شهور باكل على حساب الشباب يعني. طب انا اروح فين واجي منين؟ يعني انا مش لاقي لي حل ومهدد بالسجن حاليا. بعد كده بكره هم هياخدوني يسلموني على جوازات الشرقة، والله اعلم ايه اللي هيحصل معايا. فهخش السجن واتبهدل. فهم قالوا بكره هناخدك نوديك ايه على جوازات الشركة عشان يسلموني هناك. والله اعلم بقى هروح ايش ازاي، ولا هروح اسافر، ايه اللي هيحصل لي انا مش عارف. عنواني الله اعلم بيه بعد كده. انا العنوان اللي كنت ساكن فيه ابو ظبي المصفح، دول مامول، الدور الرابع، شركة جاست كنافة. فالله يصلح حالكم ساعدونا، الله يصلح حالكم. يعني انا راجل مش هتحمل سجن ولا هتحمل كلام من ده، فالله يصلح حالكم.